وانت تسهلي واحد يحلم معاكي ببكره ويعيش معاكي فيه. بس امبارح عدى يا نادر وما ينفعش نفكر فيه تاني. بالنسبه لي ما عداش وعمره ما يعدي. عشان كده عايزك تدوري على بكره بتاعك، تنسيني خالص، عشان انا بني ادم ما عندوش بكره. عشان خاطري ما تزعليش مني. اشوف وشك بخير. والصورة دي ظهرت امتى يا زياد؟ اول واحده يا باشا حطها على الفيسبوك من حوالي 3 ساعات، وبعد كده انتشرت انتشار فظيع. بس الولد ده مش شكله مجرم، بالعكس شكله ابن ناس. يطلع مين الواد؟ والله احنا بنحاول نعرف يا ريس. طب انتوا اتأكدتوا ان الصورة دي كانت يوم اختفاء عزة فعلا؟ ايوه يا باشا، والهدوم اللي كانت لابساها في الصورة مطابقة للوصف اللي اديته لنا امبارح. ومين اللي حط الصورة على الفيسبوك؟ ده حساب وهم يا باشا، هو باحث الانترنت شغال عليه، اول ما يوصلوا الحاجة هيبلغونا. وايه اللي مكتوب ده؟ اللي حط الصوره يا باشا بيتريق على المجني عليها علشان كانت ماشيه مع عيل من دور عيالها قبل ما تتخطف على طول. طيب احنا محتاجين نعرف مين الولد اللي في الصورة دي وفي اسرع وقت. شغالين بايدينا واسناننا يا باشا. ومحتاجين كمان نعرف اللي صور الصورة دي صورها ليه وامتى. مفهوم يا عصام؟ في حاجة يا ايمن؟ بلاغ سعادتك. بخصوص ايه؟ مدير بنزين على طريق الواحات اتصل وبيقول ان في عامل عنده شاف عزه كامل ليله اختفائها، وما كانتش لوحدها، كان معاها واحد. شافهم فين؟ كانوا داخلين يحطوا بنزين يا باشا. هو اللي عايز يبلغ عن حاجة زي دي هيتكلم في التليفون؟ يمكن ما عندهمش وقت يسيبوا البنزين، ويمكن خايفين يا عصام. طب اسمع يا ايمن، امورني يا باشا. عايزك تطلع على البنزينة دي دلوقتي حالا، تاخد شهادة الواد ده وتوري له صورة الجدع اللي نزلت على الانترنت مع عزة كامل. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. زياد، عمرك يا باشا. عايزك تراجع شرايط الكافيه بتاع ضحى وتشوف الواد اللي في الصورة دي ظاهر فيه ولا لا. ايوه يا باشا، بس الشرايط دي اسبوع بحال. نفذ من غير كلام يا زياد. عمرك يا باشا. عصام، عايزك تشوف لي اهالي الضحايا كلهم. عايزين نعرف لو كان فيهم حد هيقدر يتعرف على الواد ده ولا لا. فاهم سعادتك. شكلنا قربنا نوصل يا ولاد. يا بني ادم افهم، اللي بنعمله هو الصح، وانا هزوقك على حاجه تاذيك. يا ريس انا طول عمري لا بحب الحكومه ولا بطيق سيرتها، وماشي معاها على المثل اللي بيقول يا نحله لا تقرصيني ولا عايز عسل منك.